بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا في سورة النساء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. في هاتين الآيتين بعض من كلمات القرآن التي تحتاج إلى بيان. الأولى السفهاء، مر معنا في سورة البقرة قول الله: سيقول السفهاء من الناس، وهنا أيضا ولا تؤتوا السفهاء. هل السفهاء هناك هم السفهاء هنا؟ لا، فالسفهاء في قوله سيقول السفهاء من الناس هم اليهود، وأما في هذه الآية فالمقصود بالسفهاء كل من لا يحسن التصرف، وقيل المراد هنا اليتامى. فالسفيه عموما من لا يحسن التصرف، والمراد به هنا من اليتامى الذين لا يحسنون تدبير أموالهم. فولي اليتيم لا يصح أن يدفع إليه ماله ويقول هذا ماله فيضيعه، هذا يكون من إضاعة الأمانة والمسؤولية. فالله يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وهذه هي الكلمة الثانية. ما معنى قياما؟ جعل الله لكم قياما أي جعلها قوام عيشكم. جعل الله في هذه الأموال قوام العيش، النفقة الدنيوية والمصالح الدينية من حج وعمرة وغيرها وصلة رحم، التي جعل الله لكم قياما، فقوام الحياة بالمال. ثم قال جل وعلا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. وهذه الثالثة، ابتلوا. ما معنى ابتلوا اليتامى؟ أي اختبروهم، هل أصبح هذا اليتيم أهلا لأن يدفع إليه ماله أم لا؟ فمعنى ابتلوا أي اختبروا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. إذا آنستم، ما معنى آنستم؟ أي علمتم وتبينتم أنهم وصلوا إلى الرشد. والرشد أيضا هو الاهتداء لحسن التصرف في المال. الرشد في اليتيم أن يكون راشدا أي يحسن التصرف في ماله، فهو أهل لأن يدفع إليه هذا المال. وقوله جل وعلا: بدارا، جاءت هذا في وصف حال ولي اليتيم: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، يعني مسابقة أن يكبروا. بدارا أن يكبروا أي تأكلوا أموالهم مخافة أن يكبر هذا اليتيم ثم يأخذ ماله ويستولي عليه. وجاءت أيضا بعدها بآيات قول الله سبحانه وتعالى بجهالة، وهي قوله جل وعلا، أو جاءت قبلها كلمة كلالة. قال الله جل وعلا: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. إيش الرجل الكلالة؟ هو الذي يموت ولا ولد له ولا والد أي من الذكور. قيل إنه سمي كلالة أخذا من الإكليل، لأن الإكليل ما أحاط بالرأس، فالرجل أقرب من أحاط به من الرجال أبناؤه وآباؤه، أبوه وإن علا وابنه وإن نزل، هؤلاء إن مات وليسوا موجودين فهو كلالة، كأنه أصيب بهم في حياته. وقوله جل وعلا: من قريب إنما توبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. عندنا كلمتان في هذه الآية. ما معنى بجهالة؟ يعني الذي يعمل السوء والمعاصي على علم ما عليه شيء، أو كيف؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قالوا كل من وقع في السوء وعمل المعاصي فهو جاهل، هذه جهالة. فهذه جهالة سواء كان عنده علم وما عنده علم. ليس المقصود بالجهل هنا عكس العلم، وإنما المقصود هنا الجهل عكس العلم، عكس الحلم. والمقصود بالجهل هنا المعصية. الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، هؤلاء يدخلون في التوبة، إذا تابوا يدخلون في التائبين. ثم يتوبون من قريب، المقصود من قريب أي قبل معاينة الموت. أما الذي أخر التوبة فإذا جاء الموت تاب، هذه لا تقبل. الذي قد غرغرت النفس هذه لا تقبل. وإنما المقصود من قريب أي قبل معاينة الموت. وجاء أيضا قول الله جل وعلا: لا تعضلوهن في حق النساء، وهذا نهي لما كان عليه أهل الجاهلية. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. ما هو الإعضال للنساء؟ وقد مرت معنا هذا أيضا متى؟ البارحة، تراويح في سورة البقرة. ما هو الإعضال للنساء؟ هو إمساكها بغير رغبة فيها، وإنما يمسكها ليلحق بها الضرر، إما لتفتدي بالمال أو غيره، فيمسك المرأة وهو لا يريد
تريدها، لكن من أجل أن تدفع مال تفتدي نفسها، وهذا محرم لا ضرر ولا ضرار. ثم جاء بعده ذكر القنطار، قال الله جل وعلا: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. القنطار هو المال الكثير، القنطار هو المال الكثير، استدل بهذا على أن المهر لا حد لأعلاه، لا حد لأعلاه وإن كان مذموم المغالاة فيه. ثم قال جل وعلا: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. الذي دفع مهر إلى امرأة لا يحل له أن يأخذ منها شيئا بغير طيبة نفس، كما مر في الأمس: فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فلا تأخذوا منه شيئا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. ومعنى الإفضاء هنا الاستمتاع بالجماع، فلا يجوز له أن يسترد المهر وقد حصل الإفضاء، لا يجوز له أن يسترد المهر هو بنفسه. إذا أراد الاستبدال وهو أن يطلقها ويأخذ غيرها فلا يجوز له أن يأخذ المهر. نسأل الله تعالى يفقهنا في الدين، والحمد لله رب العالمين.